يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ فيلمنا سنة 2018 في مدينة بارادايس اللي بتكون في ولاية كاليفورنيا. بنشوف السواق كيفن وهو بيوصل الأطفال لبيوتهم، وبنعرف إنه لسه سواق جديد، لسه واصل للمدينة من 4 شهور. رجع لها بعد غياب 28 سنة. هو رجع بسبب إن أبوه توفى، فقرر إنه يعيش مع والدته لأنه منفصل عن زوجته، وابنه شون عايش معاه. وهو في الطريق بيسمع في الراديو إن ده اليوم ال210 من غير ولا نقطة مطر، وإن فترة جفاف الجو طولت جدا. وبيوصل كيفن لجراج الأتوبيسات بعد لما وصل كل الأطفال لبيوتهم، ولما بيسلم عهدته بتعرفه مديرته روبي إنه متأخر على صيانة الأتوبيس، فلازم يعملها عشان ما يحصلش مشكلة. فبيعرفها إنه هيعملها كده كده، وبيطلب منها تنزله ساعات إضافية عشان هو محتاج يزود دخل. فبتعرفه إن في ناس أقدم منه ومن حقهم الساعات الإضافية دي، ترفض طلبه. ولما بيوصل البيت بتجيله مكالمة من الدكتورة البيطرية، وبتعرفه إن المرض انتشر في جسم كلبه كله، ولازم نديله إبرة الرحمة. وبيدخل البيت وبيطمن على أمه اللي بتعرفه إن شون هنا وما راحش المدرسة عشان تعبان. فبيشك إنه بيمثل، وبيخش يفضل يتكلم معاه عن أهمية الدراسة وإنه لازم يهتم بنفسه. فبيقول له أهتم زيك كده. فبنفهم إن العلاقة بينهم مش أحسن حاجة، وشون دايما بيلوم أبوه على فشله وإن هو سبب هدم الأسرة، وبيتمنى إن حياته تنتهي. الكلام ده بيأثر في كيفن جدا، لكن بيستحمل الكلام ده كله عشان بيحب ابنه. وفي نفس اليوم بيروح كيفن العيادة وبيودع كلبه لآخر مرة. وتاني يوم الساعة 6:15 الصبح الرياح بتبقى شديدة جدا، وبتوصل سرعتها ل 128 كيلو متر في الساعة، وبسبب كده بيقع سلك كهرباء فبيحصل شرارة، وبسببها بيتم حرق شوية أعشاب في الغابة. وفي نفس الوقت ده بيوصل كيفن لشغله، وبتعرفه المديرة إن الميكانيكا هيجي بعد الشيفت، فأنا عايزاك تكون واقف معاه عشان تعرف إيه اللي تم في الصيانة. أنا عارفة إن الموضوع ده هياخد ساعات، بس لازم تقف معاه عشان ما تاخدش جزا. فبيوافق كيفن وبيخرج عشان يبدأ الشيفت بتاعه. في الوقت ده في مواطن بيكون عند جسر بولجا وبيشوف حريق قصاده، فبيتصل بالطوارئ على طول. فالطوارئ أول لما بتسمع الخبر منه بتتصل بالمطافي المحلية وبيتبلغها بمكان الحريق على طول. المطافي بتتجه للجسر عشان يتعاملوا مع الحريق، ولما بيوصلوا عند الجسر بيشوفوا إن الحريق عند أبراج الكهرباء، ومش بيبقى قصادهم غير طريق ضيق جدا للوصول لمكان الحريق، لكن بيجازفوا بحياتهم عشان يلحقوا الحريق قبل ما ينتشر أكتر. وهم في طريقهم للمكان الحريق بيزيد أكتر والرؤية بتبقى صعبة جدا، فبيفهموا إنه لو كملوا الطريق حياتهم هتنتهي. فبيبلغوا مركز الطوارئ إن الحريق كبير ولازما الحماية المدنية بتاعت الولاية هي اللي تتصرف مع الحريق ده. وعلى طول الطوارئ بتتواصل مع الحماية المدنية وبتبلغهم بكل حاجة. في الوقت ده كيفن بيكون في شغله، فبيلاقي أمه بتتصل بيه وبتعرفه إن شون تعبان جدا وشكله كده عنده حمى شديدة. فبيعرفها كيفن إنه مش هيعرف يجي عشان بعد الشغل لازم يعمل صيانة للأتوبيس. في الوقت ده روبي بتستعجل كيفن وبتقول له إن لازم يجي عشان الميكانيكي مستنيه. فبيعرفها إنه جاي بس هيحط بنزين الأول. وبتوصل الحماية المدنية للجسر وبتتوقع إن انتشار الحريق حوالين المنطقة ب 1200 كيلو متر، وإن الطريق للوصول ليه صعب جدا بعربيات الإطفاء، ولو هم عايزين يطفوها يبقى لازم يستخدموا طيارات الإطفاء. وبيتم إبلاغ الطيارين بالوضع، وبيسأل القائد هو في حوالين المكان ده أماكن فيها بشر. فبيعرفوا إن أقرب منطقة ليهم منطقة اسمها كونكو، ودي بتبعد عن المنطقة بكام كيلو متر. ومنطقة كونكو دي فيها حوالي 800 شخص، وأغلب المكان عربيات وشاحنات كبيرة عشان أغلب الناس اللي فيها كبار سن، وبيطمنون إن المكان ده أمان من انتشار الحريق. ولما بيسألهم عن منطقة بارادايس بيعرفوه إنها بعيدة حوالي 13 كيلو متر وفيها حوالي 27 ألف شخص، وبيطمنوه بيقولوا له إن الحريق بعيد عنها جدا. وبيكون لسه كيفن بيكلم والدته وبتعرفه إن شون محتاج أمه، فبيعرفها إنه موجود وإنه هيودي الأتوبيس للمستودع وهيعدي على الصيدلية يجيب له علاج. في الوقت ده الحماية المدنية بيجيلها خبر إن في حريق تاني حصل على طريق ريم، وبيستغربوا إزاي ده حصل عشان مستحيل الرياح تكون نقلت النار لهناك. فبيفهموا إن أبراج الكهرباء هي السبب. في الوقت ده بيجيلهم مندوبين من شركة الكهرباء والغاز، فبيتعصب عليهم القائد وبيأمرهم إن المفروض يتبعوا البروتوكول. أول لما يحصل حريق يفصلوا الكهرباء عن المنطقة كلها، فبيعرفون إنهم مجالهمش أوامر من الشركة. في الوقت ده بيتواصل معاهم مهندس من الحماية المدنية عن طريق اللاسلكي وبيعرفهم إن منطقة كونكو وصل لها الحريق والوضع صعب جدا. الحماية المدنية بتكون في حالة صدمة وبيفهموا إن الحريق خرج عن السيطرة، وبيأمر القائد المساعدة بتاعته إنهم يبعتوا طيارات إطفاء بسرعة ويفعلوا إنذار الإخلاء فورا. في الوقت ده روبي بتتواصل مع كيفن في اللاسلكي وبتقول له إن لازم يجي عشان الميكانيكا هيمشي.
فبيقول لها إن عنده مشكلة عائلية ولازم يحلها، فبتعرفه إنها ملهاش دعوة، ولو ما جاش يعتبر نفسه مرفوض. وبيوصل المهندس وبيحاول يساعد الناس إنه يهربوا، وبيبقى الوضع كارثي جدا. النار بتكون في كل مكان. في الوقت ده كيفن بيجيب علاج لابنه، وبتتصل بيه طليقته وبتعرفه انت امتى هتتحمل المسؤولية، انت ازاي تسيب ابنك تعبان، وبتعرفه انها مش هتسيب ابنها معاه تاني. الكلام ده بيأثر في كيفن جدا، عشان هو مش عايز يخسر ابنه، فبيقرر انه ما يروحش المستودع ويرجع لابنه تاني. وفي الوقت ده المهندس بيحاول يخرج بأكبر عدد من الناس من كونكو، بس الوضع بيبقى فوضوي جدا. النار بتكون في كل مكان، العربيات بتكون مولعة في الطريق، فبياخد مجموعة ناس معاه في العربية عشان يهربوا. والقائد بيبلغوا إنهم بعتوا 15 عربية مطافي وطيارة لكونكو عشان يقدروا يسيطروا على الحريق. والمهندس في طريق هروبه السكة بتتقفل وعربيات بتكون محروقة قصاده، وبيبقى المكان في حالة ذعر كبيرة جدا. وبيأمر الناس إنه ينزلوا المية عشان يقدر يحميهم. ومرة واحدة بتهجم عليهم رياح محملة بالنار، والقائد بيفضل يتكلم معاه في اللاسلكي لكن محدش بيرد عليه، فبيقلقوا جدا وبيفضلوا يحاولوا معاه لحد ما أخيرا بيرد عليهم وبيعرفهم إنهم بخير بس لازم حد ينقذهم. فالقائد بيأمر إنهم يبعتوا جرارات عشان يشيلوا الحواجز من الطريق عشان عربيات المطافي تقدر توصل لهم. في الوقت ده بلدية بارادايس بتفعل إنذار الإخلاء للمدينة، وبيطير القائد بالهليكوبتر عشان يقدر يقيم الموقف، وبيفهم إن الحريق بينتشر بسرعة كبيرة بسبب جفاف الأشجار، وإن الحرايق هتوصل لبارادايس. في الوقت ده في مدرسة في ابتدائي بيبقى ميعاد خروجها، وبتيجي المديرة وبتعرفهم إن في إنذار إخلاء، واتبعت رسالة لكل أولياء الأمور عشان يجوا ياخدوا أطفالهم. فبتعرفهم المعلمة ماري، طب والأطفال اللي أولياء أمورهم مش هيعرفوا يجوا هنعمل معاهم إيه؟ فالمديرة بتتصل بروبي وبتبلغها انهم محتاجين اتوبيس مدرسه بسرعه، وماري بتتصل باختها بتقول لها يا ريت تجيب ابني معاكي عشان انا مش هعرف اجي. في الوقت ده روبي بتبلغ في اللاسلكي عن المدرسه وان في 23 طفل محتاجين اتوبيس فاضي، وبتسال مين اللي قريب من المدرسه. كل السواقين بيعرفوها انهم بعاد عنها. كيفن في الوقت ده بيكون هو الوحيد اللي قريب من المدرسه، وبيفضل محتار هل هيروح يجيب الاطفال ولا يروح لابنه عشان يديله العلاج. بس في لحظه بيقرر انه يروح يجيب الاطفال، وبيبلغ روبي انه قريب من المدرسة. فبتفرح روبي جدا وبتقول له انت لو عملت المهمة دي انا هديك كل الساعات الاضافية اللي انت عاوزها. كيفن بيبقى في طريقه للمدرسة والدنيا بتبقى زحمة جدا بسبب ان كل المدينة بتحاول تهرب. وبيوصل كيفن وبيستعجل ماري عشان يركبوا الاتوبيس بسرعة. ماري بتبدأ تشرح له على الخريطة الطريق المفروض يمشوا فيه عشان هم هيروحوا مدرسة بارادايس الابتدائية عشان أولياء الأمور هيكونوا هناك. كيفن بيقول لها بس ده هيكون صعب عشان الطريق اللي على الخريطة ده هيكون فيه زحمة كتيرة جدا. فهي بتقول له احنا لازم نتبع البروتوكول. في الوقت ده القائد بيكون في الهليكوبتر وبيشوف ان أأمن مكان للناس هي أرض المعارض، وبيأمر في اللاسلكي ان دي تبقى نقطة الالتقاء. في الوقت ده روبي بتحاول تتواصل مع كيفن بس الإرسال بيتقطع، فبتبلغ الأمن برقم الأتوبيس وبتعرفهم ان النقطة اتغيرت، بدل المدرسة الابتدائية بقت أرض المعارض. يمكن حد من الأمن يشوف الأتوبيس ويبلغ كيفن. ساعتها روبي بتهرب بسرعة قبل الحريق ما يوصل للمبنى. في الوقت ده كيفن بيبقى شايف انه لازم ياخد طريق مختصر، فبيعمل كده وبيعدي الشارع بتهور شديد. ماري بتقول له يا ريت لو هتعمل كده تاني تبقى تبلغني. بيوصل القائد لأرض المعارض وبيعمل مركز عمليات، وبيحاولوا يحطوا خطة عشان ينقذوا الموقف. في نفس الوقت ده الطريق السريع بيبقى مقفول، وكيفن بيبقى عارف ان كده هيبقى خطر عليهم، وكمان مش هيعرف يلحق أسرته لو فضلوا مستنيين. ومرة واحدة الحريق بيوصل للبيوت اللي جنبهم، والأطفال بتخاف جدا، وماري بتفضل تقول لهم ابعدوا عن الشبابيك. وبيبقى كيفن مش عارف يتحرك من العربيات اللي حواليه، فبيقول لماري سوق انتي، وبينزل يفضل يعدي العربيات وبيفضل يحرك فيهم عشان يقدر يعدي. وفعلا بيعدي وبيطلع تاني للأتوبيس وبيتحرك بيه، وبيبقى خلاص قرب يوصل، وبيحاول يتواصل معاهم باللاسلكي عشان يعرفهم انه قرب من المكان، بس للأسف مفيش إرسال. وبيوصل كيفن للمدرسة وبيلاقيها بتولع ومش بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل، والأطفال بتبقى خايفة لا يكون أولياء أمورهم في المدرسة، فبينزلوا يشوفوا لو في حد جوه، بس الحمد لله بتبقى فاضية. وبيبقوا مش عارفين المفروض يعملوا ايه، فبيقترحوا انهم يروحوا المركز الرئيسي، اكيد ده هيبقى امان. والأطفال في الوقت ده بتبقى خايفة جدا وبتحاول ماري انها تطمنهم. في الوقت ده القائد بيتخانق مع مدير شركة الكهرباء عشان لغاية دلوقتي مش عايز يفصل الكهرباء عن المدينة، وهو بيبقى مش عارف ايه السبب. وبيتحرك كيفن بالعربية وبيكون قدامهم طريقين، يا اما طريق رو يا اما طريق سكاي واي، فبيختاروا سكاي واي عشان طريق رو مش هيستحمل وزن الاتوبيس وبيكون فيه منحدرات كتيرة.
وهم في طريقهم أسلاك الكهرباء بتقع على الطريق، وبيحاول كيفن يتفاداها على قد ما يقدر، وبتكون في حالة رعب في الأتوبيس كله. وكيفن بمهارة شديدة بيقدر إنه يعدي ويوصل للطريق، بس للأسف الطريق بيبقى مقفول، والأطفال بيشوفوا المنظر المرعب ده، النار في كل حتة، الناس حياتهم بتنتهي قصاد عينهم، وبيبقى في ناس بيحاولوا يقتحموا الأتوبيس عشان يهربوا. كيفن بيحاول يحمي الأتوبيس وبيفضل يضرب فيهم، وبيحاول يلاقي مخرج في الطريق، ومش بيبقى قدامهم حل غير عن طريق رو. كيفن بسرعة بديهة عالية جدا بيعدي بسرعة ما بين العربيات والجرارات، وبيبدأ يمشي في الطريق اللي هيوصله لطريق رو. في الوقت ده بتوصل روبي للمركز الرئيسي وبتسأل على كيفن، فبيعرفوها انه لسه ما وصلش. اولياء الامور بيبقوا خايفين جدا على اولادهم. روبي بتحاول تطمنهم وبتعرفهم ان الاطفال مع سواق اسمه كيفن، هو لسه واصل للمدينة جديد. الناس بتخاف جدا عشان كيفن لسه سواق جديد، بس بتطمنهم روبي انه شاطر جدا، وكمان الشرطة والمطافي بيدوروا عليهم، يعني اكيد هيلاقوهم، وبتطمنهم على اولادهم. كيفن بيوصل لطريق رو وبيبقى منهار جدا، والدخان مالي الجو لدرجة انه ما بيشوفش حاجة خالص. الاطفال بتبقى حاسة بحر شديد وكمان عطشانين، ومش بيبقوا عارفين ياخدوا نفسهم، فبيقفلوا كل الشبابيك وكمان مكان التكييف عشان يمنعوا اي دخان يخش الاتوبيس. ولما بيدوروا على ميه في الاتوبيس مش بيلاقوا، فبيشوفوا على الخريطة ان في محطة بنزين في المكان ده، فبتقرر ماري انها تنزل وتدور عليها عشان تجيب المية، وبتقول لكيفن خليك انت مع الاطفال، ولو ما رجعتش خلال 5 دقايق اقرب انت بيهم. وفعلا بتنزل وبتفضل تدور على مية في كل المكان. كيفن والاطفال بيكونوا قلقانين عليها جدا لانها اتأخرت، وبيفضل كيفن ينده عليها. في الوقت ده بتلاقي مية وبترد عليهم وبتقول لهم انها جاية. في نفس اللحظة في خزان بنزين بينفجر، بتفضل تجري قبل ما النار توصل لها، وبتوصل الأتوبيس بأعجوبة فبيتحركوا، لكن النار بتبقى محوطاهم من كل حتة. كيفن بيحاول يخرج بأي طريقة، صوت الأطفال عمال يعلى والتوتر عمال يزيد. كيفن بيفضل يجرب لغاية لما بيقدر يوصل أخيرا لمدخل طريق نيل، الطريق اللي آخره هيوصلهم للمركز الرئيسي. وبيفضل ماشي في الطريق بالراحة جدا لأنهم بيكونوا على منحدر خطر جدا، يعني لو اتحركوا يمين أو شمال هيقعوا من على الجبل. وبعد معاناة شديدة جدا بيقدروا انهم يعدوا المنحدر، وبيلاقوا ناس قصادهم ماشي عكس الاتجاه على رجليهم، فبيسألهم كيفن هو انتوا ليه مش رايحين طريق نيل؟ فبيعرفوه ان الطريق منهار والعربيات المولعة مالية الطريق كله، مستحيل حد يعرف يعدي ده لو حتى على رجليه. فبيقف كيفن بالعربية وبيعرف ماري انه هينزل يشوف الوضع ايه. وبيوصل كيفن لنقطة عالية وبيشوف انهم محاصرين من النار من كل حتة، طريق نيل منهار ومولع، وحتى لو فكر يرجع المنحدر بقى منهار، فهو ولا هيعرف يتقدم ولا حتى يرجع. فبيطلع الأتوبيس وبيعرف ماري كل حاجة، وبيعرفها إن إحنا هنستنى على أمل إن الطيارات وعربيات المطافي تسيطر على الحريق. فبتقول له ماري طب لو النار وصلت لنا؟ فبيعرفها إنه ما عندهمش حل تاني غير إنهم يستنوا. وبيبقى الاتنين خايفين جدا، فبيقرر كيفن إنه ما يستسلمش، وبيقلع قميصه وبيقطعه وبيبله بمية عشان الأطفال يحطوه على وشهم عشان يقلل من وجع الدخان ومشاكل التنفس، وبيقفل منافذ الأتوبيس كلها عشان يكسب وقت زيادة. وفي مركز العمليات مساعدة القائد بتعرفه إن اللي إحنا بنعمله ده غلط، أنت عاوز تسيطر على الحريق وكمان تنقذ الناس، بس الإمكانيات اللي معانا تخلينا لازم نختار حاجة واحدة، يا إما نسيطر على الحريق يا إما ننقذ الناس، فأنت ليك الاختيار. فبيدي القائد أوامر إن أهم حاجة انقذوا الناس وخرجوهم لبر الأمان، وبعد كده بسيطرة على الحريق. وبيطلع على المؤتمر الصحفي وبيعرف الشعب إنهم بيحاولوا بكل قوتهم، وبيقول لهم إننا محتاجين دعواتكم. في الوقت ده كيفن بيقول للأطفال ابعدوا عن الإزاز عشان درجة الحرارة العالية، وبيطمنهم إنهم هيبقوا كويسين. وبيقعد يتكلم مع ماري وبيقول لها أنا ما كنتش هاجي آخد الأطفال من المدرسة، بس في حاجة جوايا هي اللي خلتني أعمل كده. أنا عملت كده عشان أثبت لأبويا اللي توفى إني مش فاشل زي ما هو كان فاكر، وكان نفسي ابني يبقى فخور بيا. وبيفضل يعيط على كل حاجة في حياته، وبتحاول ماري تهديه وبتعرفه إننا هنخرج من المكان ده وإن ابنه هيكون فخور بيه. مرة واحدة النار بتوصل حوالين الأتوبيس، فبينزل كيفن وماري يطفوها بعلب المطافي وبيحاولوا إنه ما يخلوش النار تنتشر حواليهم. ساعتها بيتصاب كيفن في إيده، في اللحظة دي بيفهم إنه ما عندهمش أمل وإن كده كده حياتهم هتنتهي. فبيركب الأتوبيس وبيقرر إنه يمشي في الطريق، وبيفضل يسوق وسط النار والأطفال بتبقى في حالة ذعر. كيفن بيدوس على البنزين بأقصى سرعته وبيفضل يعدي من وسط النار من غير خوف عشان هو عارف إن ده آخر أمل ليه. الأتوبيس بيبقى ماشي أكنه ماشي وسط الجحيم،
وبيفضل كيفن يحاول لغاية مرة واحدة بيقدر يعدي من النار وبيوصل لطريق نيل بأمان. ساعتها بيعم الهدوء والأمل رجع تاني لكيفن. كيفن قدر إنه يعدي الاختبار الصعب ده وبيوصل للمركز الرئيسي أخيرا. الناس بتفرح جدا برجوع أولادها، وروبي بتبقى فرحانة جدا برجوعهم. ماري بتشكر كيفن على كل حاجة وبتنزل تحضن ابنها وبتفرح لما بتشوفه. ولما بينزل كيفن، روبي بتشكره على شجاعته. كيفن بيفضل يدور على أمه وابنه وسط الناجيين، وأخيرا بيلاقي أمه وبيعرف منها إن طليقته خدت ابنه. فبيزعل كيفن جدا على اللي سمعه. وبعد السيطرة عن الحريق، كيفن بيرجع بيته بس بقى عبارة عن رماد. بس بيتفاجئ إن ابنه رجع وبيفرح جدا لما بيشوفه. وبنعرف إن الفيلم ده عن قصة حقيقية، وإن تم إدانة شركة الغاز والكهرباء في 84 قضية وخلوهم يدفعوا تعويضات بقيمة 13.5 مليار دولار. ولحد هنا انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الملخص شاركنا برأيك في الكومنتات، ولو حابب تشترك وتفعل الجرس. سلام.